بسم الله ما شاء الله. لغيتها غادي نشاركوا مع المشاهدين هاد الرغيفه اللي بغيتي ياكي. انت بغيتيها وإلا ما كليتيهاش غنتفاهم معاك حيت هي راه ما وكالاش. المهم تبارك الله هذا الصفر البيضه خليته باش ندهنها، دايره هنا شويه المليء، هذا غراف ديال الحليب تبارك الله باش غادي نعجنها، ماشي بريوش راه رغيفه. دايره الصفر د البيضه، شويه الملحه، شويه سنيده، الخميره، واحد شويه ديال سبيسيال. الفورس كتكون غالبه شويه على سبيسيال، مثلا درت 2 كيسان ديال سبيسيال كندير ديال الفورس كندير كاس د سبيسيال. المهم ملي كنعجنها كنديها ونردها تبارك الله، ما كندلكاش بزاف. كنا شحال هادي كنبقاو ندلكو في الرغيفه ولا الملوي، دابا لا ما بقيناش كندلكو ما شاء الله. دابا هذا سبيسيال غادي ندير فيه واحد خماره ان شاء الله حمراء، باش هي اللي كتجيب التقرميشه ياك لغيتها. كتجي تبارك الله واحد التقرميشه فيها ما نعاودلكمش عليها. ومن بعد كنخلط هاد الخميره مع سبيسيال، كنقطعو مكورات صغار، وديك الساعات كنخليهم يطلقوا شويه على ما كينطلقوا، وكنبدا نورق. كنكون مدوبه شويه الزبده ومع الزيت، وكنبقى بهذه الطريقه هذه كنورق. يلا في البوطاجي يلا كنجبدو مزيان. اي واحد تبارك الله راه كيدير الرغيفه غير هديت الفران. وها نتوما كنبقى معها حتى كنرغفها مزيان. كندري شويه ديال سبيسيال وكندير شويه ديال الزبده، وديجا راه طلقه جوج. ها نتوما كندير وحده بقلب وحده، وحده بقلب وحده تبارك الله. كنطويهم، راه اي واحد كيعرف يطوي تبارك الله. وكنخليهم حتى كندير واحد 4 ولا 5 على حسب اللاطه اللي عندي بالفران. هانتوما تبارك الله راه ما شاء الله. كنزيد عاوتاني وحده اخرى حتى كندير واحد 4 ولا 5 قلت لكم على حسب اللاطه اللي عندي صافي. ومن بعد كنخليها تنطلق شويه حتى كتنطلق وكطلع فيها شويه الخميره، ما كتخليهاش تخمر بزاف. ملي خمرات كترجع بريوش. هذا من بعد ما كتخمر وتعطي الطعم في التكراس ديالها صافي كنقرصها هكا مزيان على حسب اللاطه اللي عندي، وخصها تجي رقيقه باش ما تجيش غليظه. هانتوما من بعد كنطلقها بديك اللاطه، كنعاود نقرصها شويه ونطلقها على حسب اللاطه حتى كتشد الشكل ديالها في اللاطه ديالها صافي. من بعد كندهنها شويه ديال البيض الصفر ما شاء الله. وهانتوما كنبقى ندهنها بهذه الطريقه هكا. تزين غيتا اللي بغات تزينها قالت لك ضروري نديروا لها شي حاجه. المهم اللي ما بغاش يزينها ماشي مشكل ياك لاله غيتا. درنا نص مزوق ونص غادي ندير فيه قليب ما صدقش لي. بغيتي تصايبي قليب فعلا، باش جيتي تصايبي قليب هنا ما بغاش تصايب لا. انا قلت لها بلا ما نديروا لها حتى حاجه خليها رغيفه قالت لك لا ياك مالحه. قلت لها هي قالت لك لا غادي نصايبوا لها هذا شويه. ها هو القليب اللي جات دير بانت كحله ما بغاش يشدلا، ولكن عرفتي المشاهدين والله ما نعاود لكم عليها جات مقرمشه راه غير دابا بحيث انا ما كنتش كنهضر. هانتوما تبارك الله دابا راه كنقطعها لغيتها باش تفطر. هي ضروري خصها تجي من ليكول حيت حتى كتمشي ليكول تجي عاد كتفطر الصباح، ماشي ما كتفطرش ولكن كتاخذ غير شي حاجه هكا وتمشي. ما كتبغيش تفطر، كتقول لك انا كنوض مع السبعه ما يمكنليش نفطر. والله ما جاتي الا غزاله ما شاء الله. واللي بغى يدير لها انا كنقول لكم شي كريمه يديرها لها، اللي ما بغاش يديرها لها بحال دابا حنا درناها بالجبن، واللي بغى يدير العسل كيديرها. ها لاله لقيتها كي جاتكم بالكويبه، عطيوني بعدا الراي كي جات بالكويبه. هانتوما راه فرحانه بها. شحال كليتي من المرصغيته؟ انا كليت 4 كبار. قد 4 كلات تبارك الله، حيت هي راه ما كتاكلش راه غير كنسيف عليها. ايوا بالصحه والراحه.